طريقة تذويب الشنكليش بالجزء الأول. أنا عندي كيلو قريشي. القريشي هي عبارة عن شنينة مملحة ومغلية ومصفى. رح ضيف عليهم معلقة كبيرة من الملح الصخري. ليش افركها بالملح كتير منيح. طبعا هي ما بدها أي شيء تاني غير الملح. بهي الطريقة أخذت معي 10 دقائق لوصلت لهذا القوام اللي بيشبه اللبنة. وهلا رح بلش أعملها قراص. لازم نكبس القرص منيح بهذا الشكل مشان ما يتشقق لما ينشف، لأنه إذا تشقق رح يصير فيه عفونة من جوا. والقرص لازم يكون بهذا الحجم لأنه إسا رح ينشف ويصغر الحجم. بنحط طبق وبنحط عليه ورق أبيض ونبلش نصف عليه القراص. طبعا الورق أو القماش البيضة مشان تتشرب إذا كان في أي رطوبة باقية. هيك عملنا كل الكمية قراص وهلا رح نغطيهم بشاش مشان ما يجي عليهم حشرة. غطيناهم وهلا رح نتركهم بمكان في وهواء، جوا أو برا مثل ما بدكم، بس المهم يكون في وهواء. أخذوا 24 ساعة بالهواء، ولما وصلوا لهذا القوام ما فيهم رطوبة أبدا بس مو كتير قاسيين، هيك تماما رح أتركهم ساعتين بالشمس. بعد ما تركتهم ساعتين بالشمس حطيتهم بكيس شفاف وربطتهم منيح، وهلا رح احطهم بكيس اسود. انا رح احطهم بجرة، انتم مثل ما بدكم، مو كتير ضروري هيك. بنغطيهم بهذا الشكل. الجزء الثاني بتشوفوه بكره.